ليس لدينا مشكل مع الإخوة الأشقاء في المغرب. أنا كجزائري لا يزعجني تراث وثقافة وفن المغرب. الفن المغربي معروف، الثقافة المغربية معروفة، التراث المغربي معروف، ولا يستطيع أي جزائري أن يسطو على التراث المغربي أو الثقافة المغربية. الثقافة المغربية معروفة، اللي هو مثلا الزليج أو الكسكس أو القفطان المغربي معروف. مثلا القندورة هذيك البيضاء اللي يلبسوها المغاربة خاصة في البرلمان، ماركة مسجلة مغربية، قندورة هذه مغربية، بالرغم من أنه جزء كبير من سكان الغرب الجزائري تلمسان وغيرها يلبسوا هذه القندورة لكنها مغربية بصراحة. مثلا نعطيكم مثال، طاجين المغربي تاع الأكل، لأنا واحد من الناس نحب ناكله ونحب نروح المطاعم المغربية وناكله مغربي. أنا الطاجين المغربي هذا اللي يطيبوه في الفخار، وكاين نوعين، كاين طاجين حلو اللي أنا ما نحبوش بصراحة ما ناكلوش، ناكل الطاجين العادي المالح. طاجين المالح ولا طاجين الحلو شفتهم هنا في المغرب، في الجزائر ما كاش. كاين نوعيه ثانيه واحد الماكله يطيبوها البسيسه ولا واش يسموها هذيك المغربيه، بصراحه ما عندناش في الجزائر حنا. يجيني واحد جزائري يقول لك هذا طبق جزائري، نقول له لا بارك انا متمسخر، ما هو الجزائر. يعني لازمنا نكونوا منطقيين، نكونوا واقعيين.